ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وكالعادة معاكم حسام في مقارنة جديدة. الفيديو بتاع النهاردة للناس اللي بتسأل اشتري هاتف اندرويد جديد بمواصفات قوية زي الاوبو رينو 7 برو، ولا اشتري ايفون قديم شوية زي ايفون 11 برو او 11 برو. تعالوا نتعرف على الجهازين ومواصفاتهم ونعرف مين فيهم الافضل. لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبه تحت في الكومنتات، واذا الفيديو عجبك اضغط لايك واشترك في القناة. يلا بينا. اول حاجة هنبتدي بيها وهي التصميم. خلينا نبتدي الاول مع تصميم الاوبو رينو 7 برو. طبعا زي ما انتم شايفين شاشة من الزجاج عليها طبقة حماية من الجوريلا جلاس 5 علشان تحميها من الصدمات، وظهر برضو من الزجاج عليه طبقة حماية من الباندا جلاس، والاطار من الالومنيوم. اما لما تروح عند الايفون 11 برو هتلاقي ان الشاشه بتاعته زجاجيه عليها طبقه حمايه من الكورنينج جلاس، كمان الظهر بتاعه زجاج وعليه طبقه حمايه من الكورنينج جلاس عشان تحميه، والاطار بتاعه مصنوع من الستانلس ستيل او من المعدن. بصراحه التصميمين كويسين سواء الاوبو رينو 7 برو او ال 11 برو. كل واحد فيهم شاشة زجاج وظهره زجاج ومتأمن عليها بطبقة حماية ضد الكسر، لكن الأجمل فيهم كتصميم هي في النهاية مجرد أذواق. في ناس تحب الذوق اللي زي كده بتاع الأوبو، وفي ناس تحب الايفون، لكن مجملا تصميم واحد مش هيختلفوا كتير. لما نروح عند النقطة التانية في المقارنة وهي الشبكة والشرائح، هتلاحظ ان الاوبو تقدر تركب فيه خطين نانو سيم في نفس الوقت، وبيدعم طبعا شبكات الاتصال الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني، وسرعة الانترنت فيه على الشبكة ال 5G 4.7 جيجا بايت في الثانية، وده سرعة عالية جدا. هتروح عند ايفون 11 برو تقدر تركب فعلا خطين نانو مع بعض، ولكن للأسف بيدعم شبكات الاتصال لحد الجيل الرابع فقط 4G. اما سرعه الانترنت على الشبكه ال 4G فهي 1024 ميجا بايت في الثانيه الواحده، يعني سرعه انترنت كاسرع هو الاوبو رينو 7 برو، بالاضافه الى انه بيدعم شبكات الجيل الخامس هنا في الايفون للاسف مش بيدعمها. النقطه المهمه اللي بعد كده رقم 3 وهي الشاشه. خلينا نبتدي مع الشاشه بتاعه الاوبو رينو 7 برو. حجم الشاشه 6.5 انش، نوعها اموليد وجودتها فول اتش دي بلس، دقتها 1080 في 2400 بكسل ومعدل تحديثها 90 هرتز، وزي ما قلت عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 5 علشان تحميها من الصدمات، وفيها خاصيه الاتش دي ار 10 بلس اولوز اون ديسبلاي، وضع حمايه العين الوضع الليلي، و16 مليون لون. لما تروح عند الشاشة بتاعة الايفون 11 برو هتلاحظ ان هي اصغر في الحجم لانها 5.8 انش، ولكن المميزات اللي فيها اعلى لانها سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد، ودقتها 1125 في 2436 بكسل، ولكن اعلى سطوع ليها اقل لانه 800 شمعة. يعني هتلاحظ اصلا ان السطوع ما هوش عالي زي اللي موجود في الاوبو رينو 7 برو، لكن باقي الخصائص اقوى. معدل تحديثها 120 هرتز، وفيها تقنية خاصة بضبط ألوان وسطوع الشاشة تلقائيا استنادا إلى الإضاءة المحيطة اللي حواليك. في النهاية الشاشتين ممتازين، ولكن الشاشة الأقوى فيهم هي شاشة الآيفون لأنها بتحتوي على خصائص أكتر، ومعدل تحديثها هو الأعلى، ودقتها برضه هي الأعلى. ولكن كحجم شاشة طبعا الأوبو رينو 7 برو حجم الشاشة أكبر للناس اللي بتحب الشاشات الكبيرة، ووضوحها أو نسبة السطوع فيها هي الأعلى. لو رحنا عند النقطة رقم 4 وهي المعالج، فالمعالج اللي موجود في الأوبو رينو 7 برو سريع جدا جدا جدا، لأنه ميديا تك دايمن سيتي 1200 ماكس معمارية 6 نانو اوكتا كور، ومعالج الرسوميات المسؤول عن الألعاب والجرافيكس هو مالي جي 77 ام سي 9. تروح عند ايفون 11 برو برضو المعالج سريع جدا لأنه ابل اي 13 بايونيك بمعمارية 7 نانو، كمان معالج الرسوميات اللي موجود فيه ابل جي بي يو رباعي النوايا او كواد كور. بص المعالجين ممتازين جدا جدا، لكن الاقوى كالعاده هو اللي موجود داخل الايفون. ممتاز اللي موجود في الاوبو رينو 7 برو، عشان الناس اللي يعني بتصطاد في الكومنتات المعالج اللي في الاوبو رينو 7 برو قوي جدا جدا، ولكن اللي موجود في الايفون ابل اي 13 بايونيك، يعني الناس اللي مجربه الايفون او معاها ايفونات عارفه انا بتكلم عن ايه. المعالج بتاعه سريع جدا، مستحيل اي ايفون يعمل منك لاج حتى لو كان ايفون 6 حتى قديم شويه. فالمعالجين ممتازين، ولكن انا ممكن اميل اكتر للمعالج اللي موجود في ايفون 11 برو. بالنسبه للمساحه فالاوبو رينو 7 برو هتلاقي منه 256 جيجا مع 8 رام، وهتلاقي 256 جيجا مع 12 جيجا رام او سرعه، لكن ايفون 11 برو موجود منه
64 جيجا و256 جيجا و512 جيجا تخزين. طبعا ما تقدرش تزيد ميموري في الاثنين، لا في الايفون ولا في الاوبو رينو 7 برو. فاعمل حسابك لو انت بتحب المساحه الكتيره خد في الاوبو 256 وفي الايفون 512 جيجا. الرامات اللي موجوده مع الايفون هي 4 جيجا رام، ولكن الناس اللي عارفه في الابل 4 جيجا رام تعادل 12 و16 جيجا رام في اجهزه الاندرويد. نظام التشغيل في الاثنين هنا في الاوبو اندرويد 11 مع واجهه كلر او اس 12، الواجهه بتاعته ممتازه جدا. في الايفون هو اي او اس 13. بالنسبه للكاميرا الاماميه اللي موجوده في الاوبو وهي 32 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.4، فيها وضع عزل خلفيه وتقنيه الاتش دي ار، وبتصور فيديو فول اتش دي، وفيها تقنيه التثبيت الرقمي اي اي اس لمنع الاهتزاز اثناء تصوير الفيديو. لكن لما تروح عند الكاميرا الاماميه اللي موجوده في الايفون هتلاقيها العدسه اقل، العدسه 12 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.2، فيها وضع عزل خلفيه وتقنيه الاتش دي ار وتقنيه التثبيت الرقمي برضه لمنع الاهتزاز اثناء تصوير الفيديو، فيها خاصيه الايموجي. بس الجميل في الكاميرا الاماميه هنا في الايفون انها بتصور لك فيديو بتقنيه ال 4K 2160 بكسل، لكن للاسف زي ما شفنا في الاوبو رينو 7 برو الكاميرا الاماميه مفيش فيها تصوير 4K. فنقدر نقول ان الكاميرا الاماميه القويه موجوده في الايفون استنادا لايه؟ مش علشان حاجه، علشان بس انها بتصور لي 4K، لكن الاوبو ما بيصورش بالكاميرا الاماميه 4K. بالنسبه للصوتيات فالسماعات الخارجيه في الاوبو هنا نوعها ستيريو، كذلك اللي موجوده في الايفون السماعات الخارجيه اللي بتكون موجوده تحت هنا برضه نوعها ستيريو. زي ما انتم شايفين الجهازين ما فيهمش اي منفذ للسماعه السلك الاي او اكس في الاثنين. طبعا الايفون 11 برو والاوبو رينو 7 برو الاثنين بيدعموا خاصيه الان اف سي، والهاتفين ما فيهمش راديو اف ام. خلينا نروح بقى عند البطاريه، والاوبو رينو 7 برو متفوق فيها لان البطاريه اللي موجوده هنا 4500 ملي امبير غير قابله للازاله، بتدعم الشحن السريع بقوه 65 واط، يعني تفول لك الهاتف ده في 31 دقيقه او نص ساعه. تروح عند الايفون لا، الموضوع يختلف لان البطاريات الايفون زي ما احنا عارفين بتكون اقل، حتى سرعه الشحن اقل. البطاريه الموجوده في الايفون 11 برو 3046 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع عبر منفذ الشحن اللايتنينج اللي موجود تحت هنا، ولكن بقوه كام؟ 18 واط. هنا كان 65، يعني الايفون يفول شحن من 0 ل 100% في 60 دقيقه في ساعه كامله، لكن في الاوبو في 31 دقيقه فقط. طبعا البطاريه الاقوى فيهم هي بطاريه اوبو رينو 7 برو. بالنسبه للكاميرا الخلفيه خليني احط لك صور وانا بتكلم معاك النظري الاول. يبتدي مع الاوبو رينو 7 برو اللي فيه 1 2 3 مع الفلاش، 3 عدسات. العدسه الرئيسيه دي دقتها 50 ميجا بكسل، والثانيه 8 ميجا بكسل بتاعت الزاويه الواسعه، و2 ميجا بكسل بتاعت عزل الخلفيه. هتقدر تصور بها فيديو 4K وفيديو فول اتش دي، وفيها تقنيه التثبيت الرقمي اي اي اس لمنع الاهتزاز في الفيديو وانا بصور، وكمان بيصور فيديو سلو موشن بحركه بطيئه. الكاميرا الخلفيه اللي موجوده في الايفون 11 برو واحده 12 ميجا بكسل رئيسيه، 12 ميجا بكسل بتاعت التقريب البصري، و12 ميجا بكسل بتاعت الالترا وايد انجل الزاويه الواسعه، فيها تقنيه التثبيت البصري او اي اس، وبتصور فيديو بحركه بطيئه سلو موشن، وفيها تقريب رقمي لحد 10 اكس، بتصور فيديو 4K وفيديو فول اتش دي. لكن لو شفت الصور هتلاحظ ان الصور ما تختلفش كتير في الكاميرا، يعني كلها حاجات بسيطه. نتكلم عن السعر فالاسعار بتختلف من دوله لدوله، لكن الفيديو ده كان علشان نعرف هل اشتري جهاز اندرويد فئه حديثه زي الاوبو رينو 7 برو غالي، ولا اخليني على ايفون يكون قديم شويه ولكن مواصفاته كويسه. في ناس ممكن تزعل من الفيديو ده، بس انا رايي طبعا راهن دايما على الايفون. ليه؟ لان بمرور الوقت مع الوقت الايفون هيفضل شغال معاك لو بعد 4 سنين 5 سنين 6 سنين كويس جدا وسريع جدا معاك ما فيهوش اي حاجه. لكن الاوبو طبعا جهاز محترم جدا، ولكن بعد فتره من الوقت مش هيكون بنفس القوه اللي انت اشتريته بيها، بخلاف الايفون مهما يعدي وقت هو نفس الايفون اللي انت اشتريته اول يوم، اللهم ان بس اختلاف في البطاريه مع مرور الوقت. فالجهازين ممتازين، الجهازين كويسين، لكن رايي الشخصي لو بتشتري جهاز اندرويد حديث بسعر عالي او ايفون قديم شويه ولكن بنفس السعر، توكل على الله واشتري الايفون. اللي عنده اي سؤال يكتبه تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد قريب، مع السلامه.